حبايبي الله يعطيكم الصحة والعافية، يا رب ركز معايا. اليوم شيء شهي لذيذ راح نسويه مع بعض. نعمل البيج ماك صوص، وراح نعمل ترند كذا جديد انا شفته صاير كذا على السوشيال ميديا عند الطهاة. حنعمل كذا ترند يا الله قوي لذيذ، اوف حاجة كذا ما حصلت. تاكو بيج ماك، اوه تاكو بيج ماك، نفس الطريقة اللي عدوا فيها البيج ماك ساندويتش اللي موجودة في ماكدونالدز، بس هذه المرة راح نعمله على كذا هيئة تاكو. يعني حنحط اللحمة كذا، كنا نعمل لحم بعجين نطبخها بس لحمة برجر. هذه لحمة ماخذها من الكتف يا جماعة الخير، من الكتف، ومخلي نسبة الشحم فيها تقريبا 25%. راح اعطيها ملح فلفل اسود، ححطها كني اسوي لحم بعجين بس ححطها على الصاج كاني قاعد اطبخ برجر. يا شيخ الطريقة كذا لحالها تجوع يا سلام. بعدين راح احط الاضافات حقت بيج ماك الاصلية. ايش هي الاضافات حقت البيج ماك الاصلية؟ اول حاجة عندك البيج ماك صوص، عندك الشيدر تشيز، عندك البصل الابيض. حقطعه اصغر من كذا تقطعه المفروض. شوف بصل ابيض يكون مقطع صغار بالطريقه هذه. بعدين ايش فيه؟ ايش وضعك؟ هذا الصح، هذا ما هذا كبير، هذا تحمس فيه مكبوس، تسوي فيه شيل. ايوه خلاص هذا تسوي فيه كشنه اللي قبل بعدين في عندك الخس. عندنا الخس طبعا تستخدم مش خس روماني ولا لولو، تستخدم الايسبرغ اللي هو الخس الامريكي الملفوف. هذا بيكون مناسب، فيه له قرمشه وقرشه كذا مره لذيذه. حنسوي التاكو نحطه على الصاج، بعدين حيطلع، بعدين نحط الترتيب كذا كله مع بعض، حتطلع كذا الوصفه خياليه خلاليه صح هتطلع الوصفة خيالية مرة. متحمس انكم تجربوها، خصوصا انه احنا يعني بدينا معاكم سلسلة، ايش اسم السلسلة؟ كيف تصنع برجر في 3 أيام بدون معلم. في 3 أيام بدون ايش هو؟ ترى على فكرة هو عنده كورس يطلع رخصة، عشان كذا قاعد يستظرف علي. يلا جاهزين؟ منشف ها ايش بصوتك؟ ايه؟ ايش في صوتك؟ والله ما ادري، شكله المكيف ضرب في خشمي. طيب جاهزين؟ فين المنشفة يا شيف؟ حط المنشفة. شاهين قاعد كذا ايش يسوي؟ شاهين فين المنشفة؟ ليش ما حطيت المنشفة؟ لازم نستنى المنشفة يستقيل. ايش اللي جاب لي اياها؟ هات خلاص يا عمي خلينا نبدا الحلقة. على نفس القميص حقك. هات بالله ايش المنشفة هذه؟ ورد وهذا بس جاية مع لون القميص حقك. يلا نبدا. صلي على النبي. واو